اسمي رهف، وهلأ صار عمري 25 سنة. بس القصة اللي بدي أحكي لكم إياها ما بلشت وأنا كبيرة، بلشت وأنا صغيرة، بعمر ما كنت لسه أعرف فيه كيف أفرق بين اللي بيحبني واللي بيكرهني. كنت ساكنة مع أبي ومرته. أمي ماتت وأنا عمري شي سنتين، ما بعرفها ولا بتذكرها، بس في صورة إلها فوق الخزانة، كل ما أطلع فيها بحس إنه فيني شي منها. يمكن العيون أو يمكن الوجع اللي بعيوننا هو اللي مشترك. مرته لأبي كانت قاسية بكل تفاصيلها، حتى ريحة عطرة بتذكرني بالخوف. كانت تطلع فيني وكأني غلطة، وكأنه وجودي لحاله زعجة. تقولي ما بدي أشوفك بالصالون، روحي على غرفتك. وغرفتي كانت أقرب لمخزن، غرفة صغيرة جنب المطبخ، فيها تخت حديد وطاولة مكسورة. بس كنت أحبها لأن المكان الوحيد اللي ما حدا فيه بيعلي صوته علي. كانت كل يوم تصحيني قبل الفجر، تعلق لي ورقة على الباب: نظفي المطبخ، طعمي القطط، وامسحي البلاط. وأنا بنت 9 سنين وقتها، بس كنت ساكتة، ما بعرف ليش. يمكن لأنه أبي كمان كان دايما ساكت، كان يشتغل من الفجر للمساء ويرجع تعبان، وهي تسبقني بالحكي وتشتكي علي، وأنا أضل ساكتة. ما كانت تضربني إلا أوقات يعني، بس كانت تتفنن كيف تكسرني بالكلام، تقول عني بلاء، يتيمة وعالة، الله لا يردك ولا يجيب مثلك. وأبي يسمع ويسكت، يمكن لأنه مرهق، ويمكن لأنه ضعيف، يمكن لأنه اختار يصدقها بدل ما يواجه الحقيقة. كنت أحب المدرسة كتير، ما لأنه بحب الدراسة، بس لأنه كانت المهرب الوحيد. كنت أضل بالصف أطول وقت ممكن، حتى لما يرن الجرس ما أركض مثل باقي البنات، كنت أمشي ببطء وأتمنى الطريق يطول. معلمتي نادية، معلمة العربي، أول حدا بيمدحني بحياتي، قالت لي: رهف، عندك خط حلو. كلمة واحدة عملت لي عيد. بذكر بمرة كنت عم بمسح الأرض واتزحلقت ووقع سطل الصابون. طبعا انوجعت من الوقعة كتير، بس انوجعت أكتر من ضربة إلي وكلامها اللي مثل السكين. كانت تقولي: ليش الله ما أخدك مع أمك؟ وأنا ما رديت. ما كنت أعرف الأرض ليش ما عم تنشف، يمكن دموعي غرقوها. كنت أطلع على السطح كتير، السطح كان صديقي. كنت أطلع بالليل، حط الحافي وأتمدد تحت السما وأحكي مع القمر: يا قمر، هيك الحياة؟ كل الناس هيك ولا أنا فيني شي غلط؟ والقمر ما كان يجاوب، بس كان يسمع، يعني كنت أحسه يسمع. كبرت شوي شوي وصرت أفهم أكتر، صرت أعرف إنه مو طبيعي الخوف كل ما سمعت باب انفتح، ولا إني أتمنى حدا يقولي كلمة حلوة أو حتى نظرة. بس ضليت ساكتة مثل أبي. أول مرة حسيت إني بدي أصرخ كنت بالصف العاشر. رجعت على البيت متأخرة شوي من المدرسة، كان عنا نشاط وعجقة الطريق أخرتني، بس هي ما استنت تفسير. أول ما فتحت الباب صارت تصرخ مثل المجنونة: وين كنتي؟ مع مين كنتي؟ فكرتك شريفة. وأبي قاعد عم يربط رباط صباطه ساكت، وأنا واقفة، عيوني مليان دموع وقلبي نار. وبلحظة شي جواتي انكسر، شي كان نايم طول عمري. صرخت: ايه، أنا رهف اللي عمرها ما ردت ولا صرخت. صرخت، قلت لها: أنا شريفة غصب عنك، أنا إنسانة، تعبت منك وتعبت منك يا أبي. صارت تطلع علي وكأني غريبة، وأنا فعلا كنت غريبة، مو عليها، على حالي. أنا أول مرة بسمع صوتي عالي. وأبي طلع فيني مو بحزن ولا بخوف، بنظرة ما بعرفها، كأنه أول مرة بينتبه إني موجودة. من هديك الليلة بلشت المسافة بيني وبينهم تكبر. بطلت أخاف مثل قبل، إذا قالت لي نظفي بنظف، بس بطريقتي، وإذا سبت ما عاد توجعني. صرت أحس إني عم ببني جدار، مو حوالي، جواي، جدار بيحميني من قساوتها ومن تجاهله. بلشت أكتب،
كل ليلة كنت آخذ دفتر المدرسة وأكتب فيه عن كل شي بيصير. كتبت عن أمي وعن حلمي إني أكون معلمة، وعن حالي وأنا عم بطبخ وبغني بصوت واطي. كنت أحط مشاعري على الورق مثل ما الناس بتحط أماناتها بالخزنة. وكان في شاب بيشتغل بمكتب جنب المدرسة اسمه كريم، ما بعمره حكاني، بس كان بيبتسم لما أفوت أشتري دفتر. وأنا رغم التعب اللي عشته كنت أحس إني إنسانة قدام هالابتسامة البسيطة. مرت سنين وتخرجت من المدرسة وجبت علامات منيحة، بس هي ما قالت لي حتى مبروك. قالت لي شو يعني، مو إنجاز، وبالأخير ما رح تطلعي شي. بس بهداك اليوم أنا كنت واثقة إني رح أطلع شي، مشان رهف الصغيرة اللي قضت عمرها تنام على البلاط وتحكي مع القمر. بعمر ال 18 صار شي ما كنت متوقعته. أبي قال لي رهف إذا بدك تدرسي بالمدينة أنا رح أساعد. طلعت فيه وكان أول مرة بشوف لمعة ندم بعيونه. ما جاوبته، بس بكيت ورحت. تركت البيت وتركت الغرفة الصغيرة وتركت ريحة الكره وتركت وجهي بالمراية اللي دايما كان خجلان. رحت على المدينة وبلشت أدرس وبلشت أعيش. كنت بالمدينة صار لي شي 4 سنين. خلصت دراستي واشتغلت بمركز أطفال، وبلشت حس لأول مرة إنه عندي بيت، حتى لو شقة صغيرة مأجرة فيها نفس رهف مو بس ضلة. صار عندي صديقات وحياتي بسيطة، بس كنت راضية، مو مبسوطة كتير بس مو حزينة مثل قبل. بس في شي جواتي ما كان ساكت، صوت صغير كل ما نيمت راسي على المخدة يقولي لازم ترجعي، لازم تشوفي حالك وترجعي توقفي قدام المراي وتطلعي برهف الصغيرة وتعرفي إنك ما عدتي نفس البنت. مرت شهور وجاني اتصال من رقم ما بعرفه. كان صوت أبي، نفس الصوت اللي قضيت عمري أشتاق له وما أسمعه. قال لي رهف تعي شوفي مرتي مريضة، صارت ما تقوم من التخت، وأنا اشتقت لك يا بابا. صوته كان ضعيف وقلبي صار يدق. ما كنت خايفة منه، بس كنت حاسة إنه عندي أمل أسمع شي ما انقال من سنين. رجعت على البيت بعد 7 سنين غياب. ما نسيت الطريق وما نسيت ريحة الحارة، بس أنا كنت مختلفة. أنا رهف اللي كان صوته مخنوق وهلأ صارت تحكي وتمشي مرفوعة الراس. دخلت البيت ولقيتها على الكنباية عيونها غايبة ووضع تعبان، وأبي واقف شيب شعره أكتر. طلع فيني وقال لي رهف اشتقنا لك. وقفت دقيقة، ما حسيت لا بغضب ولا بحقد، بس حسيت شي جواتي قال لي خلص. قربت منها وقلت لها أنا مو جاي أشمت ولا ألومك، أنا جاي مشان أقول أنا سامحتك، مشاني أنا مو مشانك أنتي. وهي دمعة نزلت من عينها، يمكن ندم أو يمكن تعب، بس أنا ارتحت. قعدت مع أبي شوي وحكينا، ما كتير بس كان كفاية. قال لي كنت جبان وكنت مفكر إنه السكوت هو الأمان، بس طلع خوف، وهالكلمة كانت كافية إلي. طلعت من البيت بعد ساعتين، ما كنت حزينة ولا ندمانة، كنت فخورة. أنا رهف بنت ال9 سنين يلي نامت سنين بحزن، وقفت على السطح وحكت مع القمر، وهلأ عم بمشي على الأرض وأنا بعرف قيمة حالي. رجعت لحياتي بس هالمرة بدون وجع قديم. رجعت والدفتر تبعي مسك، صفحة جديدة مفتوحة مكتوب فيها أنا رهف كنت ضيفة ببيتي، وهلأ صرت سيدة عالمي.